واحد ملي شاف الاعلان تيقول واش هاد الناس غادي نجيو اليوم غادي نلقاو المقر غنلقاو انتخابات وغادي نبداو نصوتوا على هاد الهياكل وغنصوتوا على الشبيبه ولا نصوتوا على هاد المؤسسه ولا على هادي، بخلاف ان تختار هذاك العنوان ديال تجديد الهياكل هي تجديدها بروح جديده وبنفس جديد. كاين فعلا بعض الهياكل اللي موجوده ومستركتوريه ومقاده، وكاين بعض المناطق اللي اليوم المفروض فينا اننا نجددوا الهياكل. كتعرفوا ان اليوم في القانون الاساسي ديال الحزب ان رئيس ديال اتحاديه العماله اللي هي عماله مراكش بالصفه هو المنسق الاقليمي، وبالتالي فرئيس ديال اتحاديه العماله هو فؤاد الورزازي. اذا فؤاد الورزازي بالصفه، حيت القانون الاساسي للحزب تيقول لك رئيس اتحاديه العماله هو المنسق الاقليمي بالصفه، وعليه فان المنسق الاقليمي تيبقى له الصلاحيه انه يوضع المعاونين او المستشارين اللي غيتعاونوا معه في هذه المرحله اللي احنا ان شاء الله مقبلين عليها في نصف الولايه. وبالتالي فنحن كمستشارين وكمنتخبين وكمناضلين وكشبيبه وكجميع الهيئات الموازيه للحزب ملزمون اننا كذلك نمشيو بنفس الوتيره، على اساس اننا الجماعه الترابيه او المقاطعه اللي ما فيهاش تنظيم مهيكل، يعني تنظيم اللي فيه يعني رئيس ديال التنسيقيه المحليه خصو يكون، وخص دابا ان شاء الله عندنا شهر 5 وشهر 6 وجا الصيف شهر 7 وشهر 8 ما كنهضروش عليه، يعني شهر 9 خص جميع التنسيقيات المحليه ديال الجماعات الترابيه وجميع الهيئات الموازيه الشبيبه والمراه، لان كنتحدثوا على هادو اللي هما بالخصوص اللي متواجدين في جميع الجماعات. ما يمكنش نقول انا بغيت ندير هيئه ديال المحامون في سويله باغ اكزومبل، ولا ما يمكنش نقول بغيت ندير هيئه ديال بغيت ندير هيئه ديال شي هيئه ديال المهندسين في ولاد حسون ولا ولاد الدين. لا، هي الهيئات اللي هما متواجدين بالضروره هادو مركزيين غادي يكونوا على مستوى المركزي. هاد الهيئات الموازيه امل الاحرار، ذوي الاحتياجات الخاصه، الطلبه، المهندسين، هادو هنا على مستوى المركز، ولكن تتبقى لنا الشبيبه والمراه والتنسيقيات المحليه غتكون جميع المجالات الترابيه بطبيعه الحال الاخرى. النفس الجديد ديالنا شنو اللي كيعطينا عاود نفس اخر جديد؟ يمكن كلكم البارح يعني جميع المناضلين وكما تبعتوا، اما اللي تبع الجلسه ديال الجلسه العامه اللي كانت مشتركه ما بين مجلسين، مجلس المستشارين ومجلس النواب، كلكم تبعتوا اللقاء اللي كان يعني بطلب، وهذه سابقه ان رئيس ديال الحكومه هو اللي كيطلب من البرلمان من المجلسين انه يمثل قدامهم باش يعطي الحصيله. عاده في القانون ان رئيس الحكومه كيجي كل شهر، كل راس شهر كيعطي يعني الحصيله ديالو، ولكن هذه المره رئيس الحكومه في اطار يعني ذاك ربط المسؤوليه بالمحاسبه، السيد رئيس الحكومه طلب من المجلسين باش يبرمجوا ليه جلسه هو اللي طلبها، وكانت فيها بالضبط ساعتين ونص هو كيتحدث على الحصيله. وهذا التوقيت بوحدو تيبين بانه كاين ما يتقال وكاين ماشي غير، يعني كيبين بان في سنتين ونص الحصيله كانت فيها ساعتين ونص، وهذا كيبين بان رئيس الحكومه كان عنده ما يقول وكان عنده ما يجيب، لان كانت اللي كيتبعتوا في وسائل الاعلام او لا مباشره انه كانت يعني حصيله جد مشرفه سواء على المستوى الاجتماعي، تنظر انا سياسيا، لان باش نفرقوا انا كندير الشأن المحلي وكندبر الشأن المحلي، كنفرقوا ما بين الشأن الوطني اللي هو تتمارس ديالو الحكومه، وكاين الشأن المحلي اللي كنديروه حنا كنواب، كرؤساء الجماعات، كرؤساء المقاطعات، كمنتخبين، كهيئات، كندير واحد العمل داخلي اللي هو كيتسمى هذاك عمل ديال اللي هو محلي، ولكن كاين العمل الحكومه بما ورد في البرنامج الحكومي.
ورد في البرنامج الحكومي ان الحزب في اطار التحالف الثلاثي انه حط واحد البرنامج الى لاحظتوا في المؤشرات وفي الارقام اللي تعطات، يعني لحد الان الحكومه بقياده السيد الرئيس عزيز خنوش انها ماضيه بشكل يعني يتوافق مع ما ورد في الاجراءات اللي دارت على مستوى البرنامج الحكومي، وهذا كيعطينا اننا خصنا نفتخروا بالعمل اللي تقام، لانه احنا كمنتخبين كنا كنهضروا في هذه المجالات ديال الصحه وديال التعليم وديال الشغل، فاللي تحققت فيه ارقام ايجابيه. اليوم حضوركم الساده المستشارين والساده المستشارات والمناضلين والمناضلات والاخوات حضور ليس باش نقولوا غير تلاقينا، حقا حنا توحشنا بعضياتنا، توحشناكم شحال ما شفناش مجموعه ديال الاخوان، يمكن من خلال الالتزامات ديالنا السياسيه على مستوى الدائره التشريعيه او على مستوى المقاطعه او على مستوى الجماعات الترابيه او على مستوى البرلمان، ولكن اول حاجه توحشناكم. يمكن كنتلاقاو مع مجموعه المستشارين، ولكن مجموعه ديال الشبيبات ومجموعه ديال المناضلين شحال هذا ما شفناهمش. اليوم كان لابد اننا نلتقيو باش نخلقوا واحد النوع عاوتاني ديال ذاك الحزب اللي شفنا النهار الاول. ما بغيناش نقولوا بان حزبنا راه حزب مرحلي او حزب ظرفي كيجي في ظروف معينه ويختفي في ظروف معينه، وهذا اللي بطبيعه الحال حنا كنا فيه جمله متصله، خصوصا ما نبغيوش هذه الصفه. حنا هذا حزب في واحد مجموعه ديال الامكانيات، عنده مجموعه ديال المؤهلات، عندنا هذا المقر ومشكور السي قباج عاود اللي هو دائما هذا المقر، يعني اللي تنظن انني جبت واحد المجموعه ديال المدن عمرني ما شفت انا شي مقر بهذا المستوى وفيه واحد المجموعه ديال الامكانيات اللوجستيه اللي كتخلينا اننا نخدموا باريحيه. ما عمر شي حد غيدير شي نشاط هنايا في هذا المقر، سواء كانت مراه او كانت كذا او كانت شبيبه او كانت مهن او كانوا مهندسين او هذا او حرفيين او جميع المنتسبين للحزب او حتى الجمعيات اللي تابعه للحزب. الا كانت جمعيه انا تنقولها وتنعاود نكررها السيد المدير، فقط انه يبرمج مع الاداره ديال الاداره ديال الحزب، يبرمج اشنو بغى، اشنو الوقت التوقيت، اشنو بغى كذا، وحنا راه الاشاره. حيت من تنقولوا هذا حزب ليس فقط للهيئات اللي منتسبه لنا، حنايا حتى الا كانت احزاب ما عندهاش بغات تجي دير عندنا شي نشاط، حنا راه حزبنا راه ما عندنا مشكل.